السلام عليكم خوتي. البارح كنا تكلمنا على قضية بوشنتوف، القاضي اللي حكموه في ولاية وهران بالرشوة، اللي حولوه إلى محكمة تموشنت وإصدر في حقه الأمر بالإيداع. طبعا صحافة العار تروج على أن العملية قامت بها أفراد الشرطة وتلقيها لمعلومات وكذا وكذا وكذا، وهذا كله كذب وخرطي. أما المعلومات الحقيقية ما يوروها لكش وما يخبروكش بها. من المعلومات ومن المصادر الحصريه اللي لحقتنا انه القصدر يبتز في شاف دياراش اللي يسموه بيطام، وما راش حاب يذكر اسمه، لكن قاعد يبتز فيه بطريقه غير مباشره. بيطام هذا غادي راح نتكلموا عليه في قادم الساعات. ايضا راح نتكلموا على قضيه وهران، القاضي تاع محكمه فلوسن بالتفاصيل، وراح نكتشفوا العديد من الرؤوس اللي قاعده تتعامل بالرشاوي والمال الفاسد داخل القضاء. طبعا كامل على بالنا بأنه لا يوجد قضاء في الجزائر. تحياتي خوتي، في الساعات القادمة إن شاء الله.